قابيل ده ينطبق عليه نفس كلام أنغام لما قالت أنا كان المفروض أسيبك منبهر. مين أحلى، كتاب أتغير ولا كتاب خيارات لليف أولمان؟ بصوا، إحنا في كتاب أتغير لسه بنتعرف على ليف أولمان، الإنسانة والأم والطفلة اللي فقدت أبوها وهي في سن صغير، والحبيبة اللي بتحب راجل أكبر منها اللي هو المخرج إنجمار بيرجمان. فلسه بنشوف بقى فلسفتها في الحياة وبننبهر بيها وبطريقة تفكيرها، وإن هي عميقة مش سطحية زي الممثلات في الفترة دي، وعلاقتها مع بنتها المراهقة، بنشوف كل الكلام ده. لكن في كتاب خيارات إحنا داخلين الكتاب وإحنا عارفين كل ده. فكتاب خيارات بالنسبة لنا يعتبر مش حاجة جديدة قوي. هو فيه 3 محاور. المحور الأول شغلها في المسرح والسينما وعلاقتها مع بعض زملائها. المحور الثاني وهي الدول المنكوبة اللي كانت بتسافر ليها وتفاعلها مع الناس والحاجات المؤلمة اللي هي كانت بتتعامل معاها. ثالث محور، وده الأقرب إلى قلبي يعني، هي علاقتها مع شخص اسمه قابيل، ودي علاقة عاطفية توكسيك. يعني قابيل ده ينطبق عليه نفس كلام أنغام لما قالت أنا كان المفروض أسيبك منبهر. بس ده كتاب خيارات، فممكن يكون ممل للبعض. يعني في لحظات كنت بحس فيها بالملل، خصوصا ان الدول المنكوبة مثلا اللي كانت بتسافر ليها سافر بتاع 7 دول، وكان بيحصل فيها نفس حاجات مشابهة يعني اللي كان بيحصل، وبرضه في المسرح والسينما والكلام ده كله. قابيل هو اللي كان يعني عارف، على قد ما هو توكسيك، أو يعني يمكن أنا بميل للناس التوكسيك، أنا مش عارفة، بس هو كان الجزء الممتع في الكتاب لأن كل شوية بيعصبني، فأنا بحب الحاجات اللي بتستفزني وأنا عمالة أقرأ. فكان شخصية سيئة الصراحة يعني. لذلك أتغير أنا كان من أفضل قراءات السنة وقت ما قريته من 2 سنين، ولكن خيارات 4 من 5، يعني فرق بسيط بينهم، ولكن الاتنين حلوين، ولكن أتغير أحلى.